السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس بقى كان نفسي اصور لكم الموضوع اللي انا عملته ده، بس قلت بقى مش مشكلة اوريكم النتيجة. الفرخة اللي في ايديا دي بنتي بتقول لي ان هي شايفاها يا ماما قاعدة بقالها كتير وكل شوية تنفش في ريشها اللي هي عايزة تبيض مش قادرة او مش عارفة. قلت لها طب هاتي اما اشوفها، فحطيت ايدي وقستها لقيت تحت ايدي البيضة كبيرة، يعني انا شايفاها حاسة بيها كبيرة قوي، فحاولت ابيضها طريقة كده. انا اهو بصوا انا لسه مبيضاها دلوقتي حالا. اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. بصوا البيضه لقيتها ما شاء الله، بصوا قد ايه يعني مقارنه. اوعي رجلك كده يا مرام، هاتي كده البيضه التانية بالراحه، اوعي ان انت ماسكه لو سمحت، لا هاتي واحده تانية عاديه بيضه. بصوا مقارنه بدي حطيها على ايدي حبيبتي. بصوا ما شاء الله اللهم بارك قد ايه البيضه فعلا كبيره جدا، يعني ما شاء الله اللهم بارك كبيره قوي. ابعد رجلك يا مرام. طب البيضه دي تكبر ازاي؟ بصوا ما شاء الله، يعني بصوا واخده ايدي كلها ما شاء الله. فرخه صغيره اصلا وطلعت منها بالعافيه. مش عارفه انتوا شايفينها ولا لا او مقدرينها ولا لا، بس تخيلوا الحجم عامل ازاي اهو، يعني واخده بالطول كده 4 صوابعي. انا عملت امبارح ايه بقى عشان تطلع بيضه زي كده؟ بصوا ما شاء الله، وجات لي بيضه تانية برضو حمراء كبيره قوي ما شاء الله. بصوا برضو اهو. ده بسبب ايه بقى؟ ده بسبب به كافكولين. حطيت لهم امبارح به كافكولين، ده اللي هو بيكبر ما شاء الله عنقود البيض وبيكبر البيضه. النهارده برضو حطيت لهم حاجه محفز للبيض حلو قوي. انا ما صورتهاش معاكم الصراحه، ما كنتش ناويه ان انا اعمل فيديو، لا مش ده، بس قلت بالمره اقول لكم بقى دلوقتي. انا حطيت فلفل حامي، انا حطيت لهم النهارده فلفل حامي. لو في وسط العلف رجعي دي مكانها تاني، في وسط العلف هتلاقوني دلوقتي ان انا حطيت لهم ما شاء الله فلفل حامي. وده موجود في الاسواق كتير، يعني هاتي ب5 جنيه قطعي لهم فلفل حامي زي ما انا حاطه لهم. بصوا كده اهو وسط العلف فلفل حامي هاكلوه، هيكبر ما شاء الله معاكم البيضه وهيحفز عنقود البيض وهيخلي الدنيا تمام باذن الله. فكل يوم كده اعملي حاجه لفراخك عشان خاطر ما شاء الله تاخدي بيضه كبيره وحلوه زي كده. في بيض صغير برضو، يعني مش معنى كده انا هجيب لكم برضو، يعني اهو لسه في بيضه صغيره برضو اهو، دي برضو في البشاير، لكن من وقت للتاني بيطلع لنا حاجه كده حلوه. ده بسبب الاهتمام اللي احنا بنعمله، الحاجات اللي احنا بنحطها اهو ما شاء الله. اهتمي بفراخك وهاتي لهم به كافكولين فيتامينات، وهاتي لهم سيلينيوم. من وقت للتاني حطي الفلفل الحامي، حطي حلبة مغلية، الحاجات دي بتكبر البيضة وبتحفز الانتاج بتاع البيض على طول، وبتخلي عنقود البيض شغال، ما فيش حاجة هتقف معاكي وما فيش حاجة هتطلع صغيرة. والله المستعان، دعواكم ليا بصلاح الحال، ويلا اشتغلوا وابدأوا وان شاء الله هيجيلكم الخير كله بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.